ليو ميسي يعانق كأس العالم. البطولة اللي استعصت عليه كتير. لازم البطل في النهاية ينتصر، لازم النهاية تبقى سعيدة. اتدلع قادم ايقظهم فرح. في انكسار وفي خذلان، لكن لابد ينتصر البطل في النهاية. منتخب التانجو يحصل على كأس العالم بعد نسخة 1978 ونسخة 1986 نسخة دييغو أرماندو مارادونا، لكن نسخة 2022 بقيادة ليو ميسي ومارتينيز العملاق الحارس الكبير في الموعد الكبير. مارتينيز يحصل على أفضل حارس في كأس العالم بعد تصدياته الخرافية في ركلات الجزاء وفي المباراة. كيليان مبابي يحصل على هداف بطولة كأس العالم ويسجل هاتريك في نهائي كأس العالم ليصبح تاني لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في نهائي كأس العالم. بدأ نهائي ميسي. انا عارف ان انا قلت نهائي ميسي، مش نهائي منتخب الارجنتين ومنتخب فرنسا، بل هو نهائي ميسي، نهائي الاسطورة ليو بحصوله على كأس العالم. ابتدت المباراة بسيطرة من الارجنتين وهي داخلة المباراة بجرينتا وروح عالية جدا والاصرار على الفوز وجلب كأس العالم. بدأت المباراة بسيطرة من الارجنتين واستحواذ وضغط على فرنسا، وكان سكالوني ذكي جدا في تشكيلته اللي وضعها ان هو يحط فيها دي ماريا كجناح. دي ماريا يا جماعة أنهج المنتخب الفرنسي وفتح شارع باسمه دي ماريا وكان فعال جدا، حتى جاء ديمبلي وعرقل دي ماريا في المنطقة وحصل دي ماريا على ركلة الجزاء. ليجي بقى سيد اللعبة، بيجي ليو ميسي يتقدم جول ويسدد ركلة الجزاء ولا أروع ليضعها في شباك لوريس، ويبقى النتيجة 1-0 لمنتخب الأرجنتين. وبعد ما النتيجة بقت 1-0 لمنتخب الأرجنتين، منتخب الأرجنتين ما بيسكتش، لا عايز يكمل إصرار ويكمل ضغط على المنتخب الفرنسي ويكمل استحواذ على الكرة وضغط الفرنسيين لكي يسجلوا الهدف الثاني. مرجعش للخلف وتراجع للخلف، لا كمل وعافر ودخل لقدام واستحوذ على الكوره وضغط على الدفاعات الفرنسيه حتى جاء الهدف الثاني عن طريق انخيل دي ماريا الرائع جدا الرائع جدا، لينتهي الشوط الاول 2-0 وننتظر ردة منتخب فرنسا في الشوط الثاني. بدأ الشوط الثاني من منتخب فرنسا بهجمات قليلة جدا وكانت شبه معدومة، هجمات شبه معدومة، ما كانش منتخب فرنسا متوقع منه ان هي ردة الفعل تبقى بالطريقة دي. وبعدين بقى جه عمك سكالوني مش يسترها، لا اخرج دي ماريا اللي هو كان مفتاح لعب بالنسبة لك، اللي هو كان فاتح شارع باسمه، اللي هو كان نقطة القوة لإسكالوني ومنتخب الأرجنتين. جه عمك إسكالوني مدرب الأرجنتين وأخرج دي ماريا لتنقلب المباراة رأسا على عقب عند إخراج دي ماريا. وبعديها بقى جه عمك دي شامب حاول يصلح من أخطائه ونزل كومان ونزل مواني ونزل كامافينجا، نزل اللعيبه دي كلها عشان يصحح من المسار. لكن كومان كانت تغييرته متاخره جدا وكنت افضل ان كومان ينزل على طول في بدايه الشوط الثاني. اول ما يبدا الشوط الثاني كنت على طول تنزل كومان، ليه؟ ان كريزمان تعبان جدا بدنيا اولا وتعبان جدا مرهق من تراكم المباريات. نزل بقى عمك كومان قلب المباراه كلها. كومان قلب المباراة رأسا على عقب، مسك خط نص فرنسا، ومش بس مسك خط النص، لا ده هو دفعهم لقدام وحرك من مبابي وحرك اللعيبة كلها ودفع لقدام ومسك نص الملعب بمراوغاته وبسرعاته. كومان قلب المباراة رأسا على عقب. كومان أحيا منتخب الفرنسي عند نزوله. وبعد نزوله بدقايق كومان حصل المنتخب الفرنسي على ركلة جزاء ينفذها الفتى الخارق كيليان مبابي، يسجل هدف من ركلة جزاء وتصبح النتيجة 2-1. ومش بس ان 2-1 دي تعني ان المنتخب الفرنسي خلاص خرج من المونديال، لا بعدها بدقيقة واحدة بعد ما سجل كيليان مبابي هدفه الأول من ركلة جزاء جاء نفس اللاعب كيليان مبابي الخارق ليسجل هدف التعادل لمنتخب فرنسا ويعادل بالنتيجة بريمونتادا ولا أروع، لتذهب المباراة إلى أشواط إضافية. والأشواط الإضافية دي شفنا فيها إثارة وشفنا فيها متعة وشفنا فيها قمة الجنون.
ملا جنون، ملا نهائي كاس عالم. بل بالفعل نهائي كاس العالم قطر 22 هو افضل نهائي كاس عالم عبر التاريخ. الاشواط الاضافيه بهجمات تتوالى من منتخب الارجنتين وهجمات تتوالى من المنتخب الفرنسي، جت هجمه هنا وجت هجمه هنا، الا وجاء ليو ميسي من جديد. ليو لا يفرط في كاس العالم واحرز هدف لتصبح النتيجه 3-2. كلنا قلنا منتخب فرنسا باي باي، معظم الناس قالت خلاص منتخب فرنسا باي باي، كاس العالم ليو يحسمها بنتيجه 3-2. لكن من باب يسكت، من باب ما يسكتش، من باب الخارق كالعاده يعود من جديد بعد ركنيه نفذت يسددها كيليان مبابي لتصطدم في يد اللاعب وتصبح ركله جزاء. لياتي كيليان مبابي ليسجل ثاني ركله جزاء ليه في المباراه على الحارس العملاق مارتينيز ويسجل الهدف الثالث وتصبح النتيجه 3-3. وباقي دقيقتين بالظبط او دقيقه واحده تيجي بقى هجمه لمنتخب فرنسا، والهجمه انفراد لمواني ليسجل الهدف الرابع ليصبح المنتخب الفرنسي كأس العالم. لكن مارتينيز قال له لا، هنا الحارس المتألق العظيم مارتينيز يتصدى للكرة الأخيرة في المباراة لتذهب المباراة لركلات جزاء، ويكون لمارتينيز رأي آخر. الحارس ده حارس عملاق يا جماعة، والحارس ده حصل على أفضل حارس في كأس العالم. وذهبنا المباراة لركلة جزاء، وركلات الجزاء بدأت من كيليان مبابي ليسجل ثالث ركلة جزاء ليه بعد ركلتين جزاء بتوع المباراة، يسجل ركلة الجزاء الثالثة ويسجلها برضه في مارينو مارتينيز. مبابي يا جماعة خارق، مبابي سيصبح أيقونة كرة قدم عظيمة مثل ميسي ومثل رونالدو في السنوات القادمة. يسجل مبابي أول ركلة جزاء ليضع الثقة للمنتخب الفرنسي. يجي بقى ليو ميسي البرغوث يسجل برضو أيضا ركلة جزاء وتصبح النتيجة 1-1 ليضع الثقة للمنتخب الأرجنتيني. وبعديها بقى يجي عمك كومان اللي مقدم أفضل مبارياته في كأس العالم وافضل لاعب مع كيليان مبابي وهوجو لوريس في المباراه، يضيع ركله جزاء، يتالق مارتينيز في تصديها، يتالق ليو مارتينيز في تصديها وتصبح النتيجة 1-1. ويجي بقى ديبالا التبديل اللي نزل عشان اصلا يسدد ركلات جزاء. اسكالوني نزل ديبالا في اخر دقيقة من المباراة عشان ينفذ ركلة الجزاء، وديبالا ما خيبوش. ديبالا دخل المباراة وذهبت المباراة ركلات جزاء وسجل ديبالا ركلة الجزاء الثانية لتصبح النتيجة 2-1. يجي بقى هنا عمك مواني يسجل ركلة جزاء لمنتخب فرنسا بعد كده من مبابي ما سجل، تصبح النتيجة 2-1، تصبح النتيجة 3-2 لمنتخب الأرجنتين. يجي بقى تشاوميني اللي هو الارتكاز بتاع منتخب فرنسا اللي قدم مباراة كويسة ومباراة طيبة، يضيع بغرابة شديدة. باين على تشاوميني ان هو داخل متوتر وداخل مش واثق في نفسه ان هو هيسجلها، داخل مهزوز ليضيع ركلة الجزاء. ويجي بقى بعديها اللاعب الارجنتيني ويسجل ركلة الجزاء الرابعة ليصبح ليو ميسي حاصل على كأس العالم قطر 2022. العملاق ليو ميسي، يا على المعاناة اللي عانها ميسي في السنوات الماضية، عانى كتير جدا للحصول على كأس العالم، انكسارات وتخاذل وتحطيم الأرقام من ليو، ولكن بدون كأس العالم لا مثيل لهذا التحطيم كان فارغ، كان يسجل، كان يصنع، كان يحطم الأرقام، ولكن بدون كأس عالم كانت خيبة للآمال. ليأتي ميسي قطر 2022 عينه على اللقب، وبالفعل حصل على كأس العالم لمنتخب بلاده منتخب التانجو. ولو عشاق ليو ميسي والعشاق منتخب التانجو ليحصل ليو ميسي وتنصيفه كرة القدم بالحصول بكأس العالم البطولة الأغلى عبر التاريخ.